يا جماعه سوق الموبايلات دلوقتي بقى بيحصل فيه حاجه غريبه، وفعلا دي اول مره اشوفها في حياتي. بقى بيحصل بالظبط في سوق الموبايلات زي اللي بيحصل في سوق العربيات، بقى عندنا شبه اوفر برايس كده على الموبايلات كلها. على سبيل المثال، وده الموقف اللي حصل معايا، ثانيه واحده كده بصوا، ده كده السامسونج الجالاكسي الاي 15، موبايل اقتصادي جميل كده بفئه سعريه قليله نوعا ما. الموبايل ده الشركه نزلته رسميا من 5 ايام ب 7700 جنيه للنسخه 6 رام و128 جيجا مساحه تخزين. بعد يومين بالظبط من نزوله في المحلات، يعني المحلات خلاص استلمته ب 7700 وهتبيعه لنا المفروض بقى ب 7800 7900. الشركه اصلا بتكون محدده هامش الربح ده. فبعد يومين من نزوله بسال كده محل من المحلات، بقول له يا عم الجهاز ده كام، عشان كنت عايز اشتريه عشان اعمل عنه مراجعه. قال لي سعره 8000 جنيه. قلت طب ايه الموبايلات بتغلى تاني ولا ايه، الحق اشتريه ولا لا؟ فحرفيا اتلهيت كده واتشغلت، استنيت يومين تاني كمان بساله تاني عن سعر الجهاز، قال لي 8650 جنيه. يعني الشركه لسه منزلاه من 5 ايام ب 7700. سبحان الله، بعد 4 ايام